العمود الفقري يعني أننا نفكر إما في ألم في الرقبة أو ألم في الظهر أو صعوبة في المشي أو صعوبة في التبول. في الأيام السابقة كان يحدث ذلك فقط في سن متقدمة، غالباً بعد التقاعد. في الوقت الحاضر نحن نعالج مرضى صغار السن بقدر 5 سنوات 10 سنوات أو الذين انضموا للتو إلى العمل، خاصة محترفي تكنولوجيا المعلومات الذين يجلسون أمام أجهزة الكمبيوتر، أو العمال الذين يعملون في وظائف مكتبية، أو الأشخاص كبار السن جداً. الآن متوسط العمر المتوقع قد زاد أيضاً، لذلك نحن نرى مشاكل العمود الفقري لدى كبار السن بعد سن 80 و90. في الأيام السابقة كنا نعالج بالأدوية أو الراحة في السرير لكبار السن، لكن في الوقت الحاضر هناك علاج جراحي لهم أيضاً حتى يتمكنوا من أن يصبحوا مستقلين وخالين من الألم. بالنسبة للجيل الجديد الذين انضموا مؤخراً إلى العمل ويعملون على طاولة لفترة طويلة أمام اللابتوب أو الكمبيوتر المكتبي، كيف نعالجهم؟ يجب الذهاب وزيارة جراح العمود الفقري. أي طبيب يجب زيارته؟ هذه هي الأسئلة الأكثر أهمية. ما هو الجد؟ ما الذي يمكن إدارته بالأدوية المنزلية؟ هذه هي الأشياء التي تخطر ببالنا. لذلك سأقترح بعض العلامات التحذيرية التي يجب عندها زيارة جراح العمود الفقري أو استشاري العمود الفقري لمشاكلك، سواء كان ألم في الظهر أو ألم في الرقبة الذي يستمر ولا يخفف بالأدوية، وتشعر بخدر في اليدين أو تطور ضعف في اليدين أو القدمين وعدم القدرة على المشي. حتى الراحة في السرير لا تقلل من ضعفك، وتجد صعوبة في التبول أو تحريك الأمعاء، يجب عليك زيارة طبيب العمود الفقري وليس طبيب عام. التشخيص مهم جدا في حالة مشاكل العمود الفقري، ليس فقط علاج الألم. لذلك يتضمن التشخيص بعض الفحوصات. يمكن أن يكون تصوير بالأشعة السينية للبحث عن أي كسور في العظام أو إصابة في العمود الفقري. يمكن أن يكون تصوير برنين مغناطيسي للعمود الفقري للبحث عن إصابة في الأعصاب أو انزلاق غضروفي أو عدوى في العمود الفقري أو ورم في العمود الفقري. لذلك عندما تزور استشاري العمود الفقري سيحدد بدقة أي فحص يجب القيام به. هذه المرافق متوفرة في مستشفى أبولو التخصصي. ليست كل مشاكل العمود الفقري يمكن علاجها بالإدارة التحفظية أو العلاج الطبيعي، والعكس صحيح أيضاً. ليس كل المرضى يحتاجون إلى جراحة لمشاكل العمود الفقري. هناك اعتقاد شائع حول جراحة العمود الفقري، وهو أنه بمجرد الخضوع لجراحة العمود الفقري فإنها تستمر في التكرار ولا يمكنك العودة إلى نمط حياتك الأصلي. التقدم في جراحة العمود الفقري مؤخراً ما رأيناه، سواء كان جراحة العمود الفقري بالمنظار أو جراحة العمود الفقري المجهرية أو جراحة العمود الفقري عبر ثقب المفتاح، بمساعدة نظام الملاحة أثناء الجراحة فتحسنت النتائج بشكل كبير. يمكن للمريض الخضوع للجراحة في الصباح والمشي في المساء، ويمكن خروجه في اليوم التالي. كل هذه المرافق متوفرة في مستشفى أبولو التخصصي جايا نافا. يمكنك زيارتنا لأي مشكلة في العمود الفقري لديك، وربما للحصول على رأي ثان أيضا بخصوص جراحة العمود الفقري حتى نتمكن من مساعدتك في الحصول على نتيجة أفضل.